بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ونرحب بكم مجددا في مواصلة الاستماع في هذه الجلسة المسائية، وهي الجلسة الرابعة من أعمال مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، وفي يومها الثاني ندعو المتسابق عبد الكريم رجب آغا من الجمهورية العربية السورية في الفرع الأول. السؤال الأول: اقرأ برواية خلف عن حمزة بالسكت على الساكن المفصول من قول الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب،
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد السؤال الثاني: اقرأ برواية ورش عن نافع بتوسط مد البدل من قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامنا آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا
حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. السؤال الثالث: اقرأ برواية قنبل عن ابن كثير من قول الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن السؤال الرابع: اقرأ برواية الدوري عن الكسائي من أول سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم طسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون
ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. السؤال الخامس: اقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو من قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا
والعاقبة عند ربك والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حسبك. السؤال الأول من أسئلة الدراية: ما تفسير ابن القاصح رحمه الله تعالى لكلمة الحرف في قول الناظم: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا؟ المراد بالحرف الكلمة المختلف في قراءتها بين القراء. قال الخليل: كل كلمة تقرأ على وجوه من القرآن تسمى حرفا. السؤال الثاني: أكمل البيت التالي وثلاثة أبيات بعده. وفي التبعا في آل عمران عنهما وكيدون في الأعراف حج ليحملا بخلف وتؤتوني بيوسف حقه وفي هود تسألني حواريه جملا وتخزوني فيها حج أشركتموني قد هداني اتقوني يا أولي اخشوني معولا وعنه وخافوني ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح معللا. السؤال الرابع، السؤال الثالث من أسئلة الدراية: قسم ابن القاصح رحمه الله تعالى حروف فواتح السور في باب المد والقصر إلى 4 أقسام، اذكرها. النوع الأول: ما كان على 3 أحرف وأوسطه حرف مد ولين نحو لام وصاد فهو يمد مدا مشبعا. الثاني: ما كان على 3 أحرف وليس أوسطه حرف مد ولين وهو ألف وذلك لا يمد بإجماع. الثالث: ما كان على 3 أحرف أوسطها حرف لين وهو عين ويمد مدا متوسطا ومدا طويلا. الرابع: ما كان على حرفين وهو طاء وها فهو مقصور بلا خلاف.
السؤال الرابع: ذكر ابن القاصح رحمه الله تعالى أن السوسي يستثني 5 أنواع من إبدال الهمز الساكن فيبقى محققا، اذكرها. أولا ما كان سكونه علامة للجزم، ما كان سكونه علامة للبناء، ما همزه أخف من إبداله، ما ترك همزه يلبسه بغيره، ما يخرجه الإبدال من لغة إلى أخرى. السؤال الخامس: ما الشاهد من أبواب الأصول على مذهب قالون في قول الله تعالى: وأنعام حرمت ظهورها؟ أظهر قالون التاء عند الظاء. قول الناظم: وأبدت سنا ثغر صفت زوق ظلمه، جمعنا ورودا باردا عطر الطلا، فإظهارها در نمته بدوره. السؤال السادس من أسئلة الدراية: في فرش أي سورة ورد الشاهد من الشاطبية على موضع سورة الروم من قول الله تعالى: سبحانه وتعالى عما يشركون؟ في سورة النحل. وما هو الشاهد؟ وخاطب عما يشركون هنا شذا، وفي الروم والحرفين في النحل أولا. في فرش أي سورة؟ النحل، سورة يونس عليه السلام. السؤال السابع: من قرأ بالإفراد في قول الله تعالى: وما تخرج من ثمرات؟ يقول الناظم: والجمع عم قنقل لدى ثمرات. قرأ نافع وابن عامر وحفص بالجمع والباقون بالإفراد. السؤال الثامن: ما الشاهد من الشاطبية على القراءات الفرشية الواردة في قول الله تعالى: يضل به الذين كفروا؟ قول الناظم: يضل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب ولم يخشوا هناك مضللا. السؤال التاسع: أكمل البيت التالي و3 أبيات بعده. وساكن شغل ضم ذكرا وكسر في. وساكن شغل ضم ذكرا وكسر في، ظلال بضم واقصر اللام شلشلا، وقل جبلا مع كسر ضميه ثقله، أخو نصرة واضمم وسك كذي حلا، وننكسه فاضممه وحرك لعاصم، وحمزة واكسر عنهما الضم أثقلا، لينذر دم غصنا والأحقافهم بها، بخلف هدى مالي وإني معا حلا. السؤال العاشر والأخير: يقول الناظم رحمه الله تعالى:
وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلا. ذكر ابن القاصح رحمه الله عند شرح هذا البيت تنبيهين على ما أجمع عليه القراء السبعة، ما هما؟ أجمع على أن ما لم يتصل بضمير من كلمة رسل نحو الرسل فلا إسكان للسين فيها لأحد. التنبيه الثاني انتهت الأسئلة.